السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الخبر طالما انتظروه جميع المغاربه، والخصوص الناس اللي باغيه تمشي لاوروبا. فمن المفروض انه غتكون واحد الزياره ديال الرئيس الفرنسي ماكرون في هذه الاسابيع المقبله او الايام المقبله. كانت مبرمجه، لكن هيهات هيهات انك تجي غير هيدا وصافي للمغرب. فهذا المغرب ديال البارح ماشي هو المغرب ديال اليوم. فهناك شروط وعليك قبولها يا ماكرون. المملكه المغربيه الشريفه الان هي كتمر بأحسن أيامها بخصوص السياسة الخارجية، فقوية وقوية جدا، والحمد لله كنفتخروا بهذه البلاد هذه. فقبل الزيارة ديال ماكرون جات كورونا وزيرة الخارجية الفرنسية كترتب يعني تحضيرات وترتيبات مع وزارة الخارجية المغربية من أجل الزيارة ديال ماكرون. لكن قبل هذا كاين واحد مجموعة الشروط، ومن بين هذه الشروط هذه يتعطاو الفيزات للمغاربة. المغاربة كانوا كيترفضوا لهم الفيزات طالما المغاربة يعني كانوا كيعانيوا من هذه المسألة هذه حوالي تقريبا أكثر من سنة، وهما كيطلبوا تأشيرة من فرنسا وكترفض لهم. كاين الناس اللي كان عندهم عام، كان عندهم 6 شهور، وكانوا كيرفضوا لهم. مسؤولين وشخصيات ترفضوا لهم التأشيرات. ولهذا هذه من بين الاشياء ومن بين الاهداف اللي تماركات وتسجلات في الشباك الفرنسيه. فاليوم في واحد الندوه صحفيه ما بين كولونا والوزير الخارجيه الفرنسيه وكذلك ناصر بوريطه الوزير الخارجيه المغربي، اعلنوا انه المشكل ديال الفيزات اصبح من الماضي، وغيعملوا بقانون جديد اللي هو بدا ساري المفعول نهار الاثنين اللي فات. الحمد لله هذا الشيء راه زوين،